الجلاش الحادق وصفة أساسية عندي. شوفي طريقتي هتخليكي تعملي جلاش مختلف تماما عن أي جلاش دقتيه. أول حاجة أنا باخد مقاس الصينية اللي هعمل فيها الجلاش، بحط الصينية كلها على ورقة الجلاش وباخد المقاس بالسكينة بقطع على طول. بعد كده بحط سمنة في الأرضية وبحط أول ورقتين، أنا باخد ورقتين ورقتين. وفي التوزيع بحب أوزع بالمعلقة، ما بحبش أوزع بالفرشة، بتبقى أسهل كتير. باخد نص لفة الجلاش وبحطها في الأرضية، وما بين كل طبقتين معلقة سمنة وبوزعها على الورقة كلها، وبكرر العملية دي لحد ما اخلص نص الكمية. في النص بحط الورق اللي انا قطعته بالسكينة اللي خدت بيه مقاس الصينية، مش بتبان ان هي ورقة مقطوعة ولا حاجة. وبرده بدي مسحة من السمنة. وبعد كده بحط الحشوة. الحشوة دي العصاج اللي انا عملته في فيديو في القناة، ان شاء الله هحط اللينك بتاعه في صندوق الوصف. مع العصاج حطيت فلفل اخضر وحطيت طماطم متقطعة صغير، وكمان حطيت زيتون وشوية من الجبنة الموتزاريلا. هوزع بقى الحشوة دي في النص، وبعد كده هكرر الطبقات تاني. باقي نص لفة الجلاش هحط ورقتين ورقتين، وما بين كل ورقتين معلقة من السمنة. بعد كده هقطع الجلاش، هقطعه بالطريقة دي. الطريقة دي بتخليه شكله في التقديم حلو جدا. بقطعه الاول بالعرض، وبعد كده بلف الصينية وبقطعه كده بالورب. الطريقة دي بتدي شكل حلو قوي في التقديم، وهي سهلة جدا ومش تقليدية. يعني مش تقليدية كده زي المربعات اللي بنقطعها العادية. بالورب كده بقطع بالسكينة، اهم حاجة السكينة تكون حامية. واخر طبقة انا ما بدهنهاش بالسمنة عشان تكون سهلة عليا وانا بقطع. بعد ما بقطع خالص وبخلص التقطيع بوزع بقى السمنة على الوش. شكلها بيكون حلو قوي ومش تقليدية. بعد كده بقى هوزع بقية السمنة على الوش، بتبقى بكل سهولة بتتوزع، احسن ما اني احط السمنة وبعد كده اقطع، بتبقى بهدلة ومبتبقاش مظبوطة. بدخلها بقى الفرن تتشمع شوية. وهي في الفرن بحضر كوباية لبن عليها بضاية وعليها فلفل اسود ورشة ملح. هقلب بقى اللبن والبيض مع بعض، وبعد كده هطلعها من الفرن بعد ما تتشمع شوية، بسقيها باللبن والبيض. بتأكد ان كل جزء في الجلاش اتشرب كويس قوي من اللبن، وببدأ ان انا اوزع يمين وشمال كده عشان الطبقة اللي تحت يوصلها اللبن. بنفس الطريقة كده بفضل اهز في الصينية عشان خاطر اتأكد ان كله شرب اللبن. وبدخلها الفرن تتشمع تاني 3 دقايق. بعد كده بطلعها تاني، بحط على وشها شوية سمسم وشوية حبة البركة، بيدي شكل وطعم حلو قوي ومختلف للجلاش. بعد كده بدخلها الفرن تاني على درجة حرارة 200 لحد ما تستوي وتاخد الوش الجميل ده. وما بقطعهاش غير لما تبرد خالص. جربوها وانا متأكدة ان هي هتعجبكم.